السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، النهارده يبقى اول يوم تضخيم لينا في رمضان وازاي تضخم وكام نصيحه عن التضخيم كده. بس الاول هنروح نعمل الكام وجبه اللي علينا بقى، عشان ايه؟ ساعه الفطار بقى انتوا فاهمين المطبخ بيبقى زحمه وبتاع، والحاجه مش عايزها تفشخن وكده. ف يلا بينا، تعالى نروح نعمل بطاطس دلوقتي. استنى صحيح، عايزين نوصل ل 10000 قبل نهايه شهر رمضان، فلكل حد عامل سبسكرايب وهيبعت لي على الانستجرام ولا التليجرام هيبعت لي كوتشنج ليه خصم مخصوص ليه عشان هو عامل لي سبسكرايب ومن الكواليتي بتاعتنا. فتعالى بقى عشان نخلص الكام وجبه. المهم بقى دي البطاطس. بعد بقى كده شويه، المهم هنخلص الوجبه دي، نخلصها نعملها، بعد كده هنروح نعمل بقى الوجبه ايه بتاعت بعد الجيم. بس كده نروح بقى على الاوضه عشان نديكم كام نصيحه، فيلا. ودلوقتي عملنا الوجبات، بس تعالى بقى دلوقتي اقول لك ازاي تضخم في رمضان. بس قبل ما نقول بقى ازاي تضخم في رمضان، تعالى ما اديك كام نصيحه في التضخيم محدش قالها لك قبل كده. بص، عارف انا ممكن اقوله دوت ممكن يكون غريب شويه، بس اشرب ميه. ليه تشرب ميه وايه اللي دخل شرب الميه بالموضوع ده؟ بص انا هديها لك ايه يعني، هديها لك كده باللوجيك. انت دلوقتي لما بتاكل، لما مثلا تاكل كتير وبتاع، بتتخن ليه؟ لان انت لما بتاكل كتير بطنك بتوسع. تمام؟ بطنك بتوسع، فلما بتاكل الاكل اللي انت كنت بتاكله في الاول ما بيكفكش، فاهم؟ فبتحب تاكل تاني بزيادة، فبطنك بتوسع. انت بقى ممكن توسع بطنك وتوسع الشهية بتاعتك ديت بان انت تشرب ميه كتير. لان الميه مش محتاجه لا مجهود في المضغ، ولا محتاجه مجهود في الحرق، ولا محتاجه اي حاجه. انت بتوسع بطنك باللي انت بتشرب ميه، فانت بقى بتملى بقى الوسع اللي حصل ده بالاكل اللي انت عايز تاكله عشان تبلغ. فدي نصيحه مهمه، اللي انت لازم على الاقل على الاقل في اليوم تشرب 4 لتر. بعيدا بقى عن ازاي تبلغ، الميه طبعا كده كده مفيده ليك، سواء بقى للبشره بتاعتك، بتخلصك من السموم، يعني فيها فوائد كتير. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالتزم بالميه، ما تكسلش ان انت تشرب ميه. وانت قاعد بتاكل خلي جنبك كوبايه ميه كبيره او ازازه ميه، وانت قاعد بتاكل، وانت بتاكل كوات اشرب ميه، وانت بتاكل اشرب ميه. هتوسع بطنك بطريقه بسيطه فشخ. فالتزم بالميه. تعال بقول لك على المعلومه التانية. بص، هي مش معلومه، هي طريقه انا جربتها وفعلا كانت نافعه معايا. انت كل اللي عليك هتعمله ايه؟ هتجيب موبايلك وانت قاعد بتاكل، موبايلك انت تستخدمه وانت تتفرج، او سواء بقى ايا يكن، تبعد عنك كل المشتتات دقايق. فكك بقى من الجو انا بحب اتفرج وانا باكل، مفيش الكلام ده. يعني انت عايز تبلك، امسك نفسك شويه، امسك نفسك لمده 5 دقايق 10 دقايق بالظبط، كل فيهم وخلاص. طب مش فاهم اعمل ايه برضو؟ هات موبايلك اللي انت بتتفرج عليه دوت، الموبايل اللي انت بتتفرج عليه خده، افتح عليه تايمر 5 دقايق، 10 دقايق بكتير. حط الموبايل قدامك وانت بتاكل كده، التايمر مفتوح قدامك، واقعد كل. انت لازم تخلص قبل ما التايمر ده يخلص. الطريقه دي هتخليك تنجز. ليه اصلا تعمل كده؟ يعني انت عارف اللي فيها. يعني انت مثلا لما بتتفرج الوقت بياخدك بزياده، يعني مثلا شفت لك حلقه نص ساعه مش عارف ايه، وتكونش لسه خلصت الطبق، بطنك غصب عنك هتتقفل، ما مش هتبقى عايز تدخل حاجه تاني. فافتح لنفسك تايمر 10 دقايق وخلص اكلك فيهم، بعد كده اعمل اللي انت عايزه. فاهم؟ فبس تعالى بقى نخش على التكنيك التالت، وده ابسطهم. حاول تلتزم بالشيكات. يعني ازاي حاول تلتزم بالشيكات؟ يعني مثلا انت على الاقل لازم يبقى في اليوم في 2 شيك في اليوم. بمعنى يعني شيك مثلا فيه 1000 كالوري، الشيك التاني فيه مثلا 800 كالوري. تخيل انت بس من مجرد حاجتين انت بتشربهم مجمع 1800 كالوري، يعني نص سعراتك اللي انت محتاجها في اليوم. حرفيا هي كالوريز ببلاش، كالوريز من مجرد حاجه انت بتشربها. سموزي بسيط كده انت بتشربه بتدخل منه 1000 كالوري، 800 كالوري، يعني ارقام كبيره في مشروب بسيط. فيعني حاجه ما ينفعش تستغنى عنها. فدول 3 تكنيكس اللي هيسهلوا لك البلك، فحاول تلتزم بيهم. وتعالى بقول لك ازاي تضخم في رمضان اللي عايز يضخم في رمضان. بص يا صديقي، عايز تضخم في رمضان يبقى لازم تقسم يومك صح. يعني ايه تقسم يومك صح؟ انت كده كده عندك 3 وجبات اساسيه لو انت بتروح الجيم في رمضان، الا وهما الفطار، وجبه بعد الجيم، والسحور. انت بقى مش هينفع تدخل حاجه وسط، يعني مثلا الفطار ووجبه الجيم، وبين وجبه الجيم والسحور اكيد هتعرف تحط حاجه في النص. طب تحط ايه؟ الشيك. انت ممكن تحط بين الوجبه دي والوجبه دي شيك، وممكن تحط بين الوجبه دي والوجبه دي شيك. فابسط طريقه اللي انت تضخم فيها في رمضان ان انت تنظم يومك. فخلاص انا عندي 3 وجبات اساسيه: فطار، وجبه بعد الجيم، سحور. دول 3 اساسيين، يبقى ال3 دول يبقى اكبر حاجه عندك في الدايت. خلاص في النص ان هو سناك خفيفه، وفي النص ان هو سناك خفيفه. وبكده انت تعرف تضخم في رمضان. فبس. ولو انت مش عارف تظبط يومك ومش عارف تظبط الدايت بتاعك، فانت ممكن تبعت لي كوتشنج على الانستجرام او التليجرام، اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن، وانا ممكن اظبط لك يومك. ولو انت عامل لي سبسكرايب هيكون ليك عرض مخصوص، فخش ما تكسلش. ولينك الديسكورد موجود تحت الديسكربشن، يعني خليك من الكالت بتاعتنا. احنا مش سيرفر، احنا بيت عيله كبيره، وقريب جدا في حاجات كتير هتحصل على السيرفر دوت، فخش وما تكسلش.
فبس دلوقتي دلوقتي احنا مستنيين، يعني مش عارفين هنروح جيم ايه، لان انا ما جهزتش حاجه زي ديت. انا حرفيا لسه راجع من صوره، يا دوب عملت الدايت بتاعي والورك اوت بلان بتاعتي زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، لان جسمي وصل لحاله صعبه جدا. فلا كنا لازم نقف وقفه سوا مع بعض ونظبط الكلام يعني. فخلاص كده هشوف كده الرجاله وننزل فين ونروح الجيم فين ونتسحر فين ويلا بينا. فبس اتمنى اكون فدتكم. النصايح ديت انا قايلها لكم عن تجربه، يعني مش مجرد كلام من على النت وخلاص، لا انا فعلا مجرب الكلام دوت. لما كنت بستخدم موبايلي وانا باكل كنت بقعد وقت طويل فشخ، فما كنتش بركز في الاكل. انت لو عملت لنفسك تايمر 10 دقايق 5 دقايق كمان انت هتخلص الاكل في الخمس دقايق دول. الزم نفسك، الزم نفسك بوقت عشان تعرف تخلص فيه. زي اي حاجه في الدنيا، زي اي حاجه في الدنيا، انت قدامك بروجكت عايز تخلصه، وانا هخلصه في الاسبوع ده، مش هعدي الاسبوع ده ان شاء الله. طبعا ان شاء الله، ولا تقل اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فالزم نفسك بوقت معين، قول ان شاء الله انا هنفذ التاسك ده في الوقت ده وهتخلصه فعلا. وطبعا تبعد عنك المشتتات، تبعد عنك الموبايل. انا زهقت من كتر ما انا قلتها. فيلا بقى بينا، انا هروح كده اقرا الورد بتاعي من القران ونفطر ونصلي التراويح ونروح الجيم ان شاء الله. فيلا سلام. ودلوقتي رايحين نصلي التراويح، هنخلص ان شاء الله الصلاه نطلع نضرب الوجبه، بعد كده ننزل نروح الجيم ان شاء الله. فيلا بينا. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ودلوقتي صلينا وخلصنا وجباتنا وكان قبل الجيم وضربنا البري ورك اوت. واللي بيسأل بقى ايه البري ورك اوت بتاعنا يعني اهو. ودلوقتي رايحين على الجيم اهوت. يعني انا متأخر على صلاح بس يعني هو حبيبي يعني. ودلوقتي رايحين خلاص على الجيم اهو. فيلا بينا. ودلوقتي غيرنا وهنخش نضرب التمرين دلوقتي. دلوقتي سخنا وظبطنا دنيتنا. دلوقتي النهارده عندنا تمرينة ابر، هنلعب دلوقتي على انكلان شيست ماشين. فيلا بينا نشوف الكلام بيقول ايه. امين. في طريقه نسيت اقولها ازاي تبلغ بسهوله، هي انك تنام كويس. فاهتم بنومك، ما تنامش اقل من 6 ساعات، هو من 6 ل 8 يفضل، من يعني ما تقلش عن السبع خالص، بس يعني ايه على حسب بقى ظروف يومك وكده. فالمهم دلوقتي خلصت تمارين الشيست ودلوقتي رايحين ايه نضربوا تمارين الظهر شويه. فيلا عشان تضخم كل 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 طبعا زي ما سمعتوا الكابتن صلاح كل 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 كل. دلوقتي هديكم كام معلومه حصريه من الكابتن عبده. قول لنا ازاي فكك منه، بس فكك منه، قول لي ازاي بقى ايه نبلغ يا كابتن عبده. تقل ملعب غلط وكل وكل كتير وكل صح. هتاكل بقره في النظام الغذائي وهتاكل جمالين في العشاء. كل يوسف حسن وكل يوسف حسن. فبس دي كانت كام نصيحه من الكابتن عبده، فكك منه تاني.
قول لهم حاجه يا كابتن عبده، قول لهم ان انا عايز اوصل 10000 قبل نهايه شهر رمضان. باذن الله باذن الله هيوصل 10000 قبل رمضان اه. وقبل العيد كمان. اللي وصل حاجه واحده. هتبوس الله عليك. كابتن عبده. ودلوقتي واحنا رايحين ناخد الكلمه من ابويا. سبسكرايب الزر الاحمر. ليه طيب؟ فعل الزر برضه كنت باظ. ليه طيب؟ ودلوقتي خلصنا التمرينه، مش عارف قلع التيشيرت ولا لا، بس يعني ايه، اخر مره قلعه، بعد كده مفيش منه خالص بقى، عشان ايه نحاول نبلك شويه. عطا بعد اذنك، بعد اذنك ما نخش تاني، ما نخش تاني بعد اذنك عطا. اه ما نخش تاني بعد اذنك عطا. ان شاء الله. هو جيم جيمنا بس انا مش هشتغل. هو الجيم جيمنا بقى قبل ما يبقى جيمك. لا 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 ما تحاولش، انا مولود هنا. هو انت مش مشيت؟ انا مولود هنا. ليه واخد اخر الجيم المستشفى ولا حاجه؟ تعرف بقى في الجيم ده كان فيه ايوه بك يا هنما شكلك 7. اطلع قدام عشان ما يبدأ. كده خلاص خلصنا التمرينه، دلوقتي هنروح نتصحى مع الرجاله ونخرج خروجه شقيه، فيلا بينا. وراه